السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن أداة عبقرية من الفيسبوك واللي للأسف ناس كتير مش بتستغلها صح. الأداة دي اسمها ميتا آز لايبراري أو مكتبة الإعلانات. طيب يعني إيه دي؟ ببساطة دي مكان تقدر تشوف فيه كل الإعلانات اللي شغالة دلوقتي على فيسبوك وإنستجرام لأي صفحة. يعني لو عايز تعرف المنافس بتاعك بيعلن بإيه، بتصميم عامل إزاي، بكلام مكتوب إزاي، افتح المكتبة وهتلاقي كل حاجة قدامك واضحة كأنك فاتح الكواليس. الأداة دي مش بس للمراقبة، دي للتعلم وللاستلهام ولتحليل السوق. تقدر تعرف العروض اللي شغالة ونوع المحتوى والجمهور المستهدف حتى تاريخ بداية الإعلان. طيب بندخل عليها ازاي؟ اسهل طريقة ممكن ندخل بيها على مكتبة الاعلانات. بعد ما بنفتح جوجل بنكتب هنا مكتبة الاعلانات ونضغط على اول واحدة فوق، وبنختار هنا مثلا الدولة بتاعتنا اللي احنا عايزين نبحث، وليكن هنكتب هنا مصر او هنختار مصر. والفئة الإعلانية بنختار كل الإعلانات، وهنا بنكتب الكلمة اللي احنا عايزين نبحث عنها، وليكن مثلا عايزين نبحث عن الصفحات اللي عاملة إعلانات ممولة عن الكورسات مثلا. فهنضغط على انتر، هيجيب لي كل الصفحات اللي عاملة إعلانات عن الكورسات على فيسبوك وإنستجرام. طبعا لو جيت بصيت في أي صفحة من الصفحات دي هلاقيه هنا بيكتب لي او بيوضح لي المنصات اللي هي عامله عليها الاعلان. الفيسبوك هنا مثلا والتاريخ بتاع بدء التشغيل. ولو انا عايز فلتره او تفاصيل اكتر بضغط هنا على الفلاتر وبضغط على اللغات، بشوف وانا عايز اختار لغه معينه او كل اللغات اللي معروضه بيها اللي الصفحه عارضه بيها الاعلانات. في هنا كل المعلنين، ولا لو انا بختار معلن معين انا عايزه. وممكن كمان على فكرة ابحث عن صفحة فوق هنا. لو انا معايا اسم صفحة حد معين او منافس معين بضغط عليه فوق وبشوف اذا كان المنافس ده عامل اعلانات نشطة حاليا ولا لا. وهنا بختار المنصات كلها ولا منصة معينة زي ما انا عايز، وبختار هنا الوسائط سواء كان الاعلان ده انا عايز الاعلانات بتاعة الصور بس او الفيديو او غيره. وهنا بيقول لي برضو لو انا عايز اختار الاعلانات النشطة ولا الغير نشطة ولا النشطة والغير نشطة، وبعدين بضغط على تطبيق الفلتر. الحاجات اللي انا اخترتها هنا هيجيب لي الحاجات اللي انا اخترتها بالظبط. دي حاجة مهمة جدا احنا نقدر نستخدمها عشان نحلل السوق قبل ما نبدأ نعمل اي اعلان ممول لاي منتج. لو انت شغال ميديا باير وبتعمل اعلانات ممولة على الفيسبوك لشركات او لناس بتقدم منتجات او محلات او غيره، فمهم جدا ان انت قبل ما تبدأ في اي اعلان تدخل تعمل تحليل للسوق الاول وتشوف المنافسين عاملين اعلانات قد ايه وايه الطريقة اللي هي عاملين بيها الاعلان. والتفاصيل دي كلها طبعا هتفيدك في تحليل السوق. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. ولو انت استفدت من الفيديو اضغط لايك واعمل اشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات أول بأول. تابعني كمان على كل منصاتي، هقدم لك شروحات مبسطة في التسويق الرقمي والإعلانات الممولة والعمل الحر. وكل يوم هتلاقي محتوى جديد هيساعدك تبدأ وتشتغل أونلاين وتروج لمنتجاتك أو خدماتك بخطوات بسيطة.